المغربي شادي رياض الذي ينظر إليه على أنه مستقبل قلب دفاع نادي برشلونة، تم الاحتفاظ به لمباراة ألميريا لحظة وداع جيرارد بيكيه في كامب نو. واستدعى المدافع المركزي شادي رياض لمواجهة نادي برشلونة ضد ألميريا يوم السبت 5 نوفمبر في تمام الساعة 9 مساء، اليوم 13 من الدوري الإسباني. ويجب أن يكون اللاعب أحد أكبر المستفيدين من اعتزال جيرارد بيكيه الذي سيلعب مباراته الأخيرة في كامب نو ضد ألميريا. شادي رياض البالغ من العمر 19 عاما هو أحدث جوهرة مغربية من لا ماسيا، مركز تدريب برشلونة. ولد رياض في إسبانيا ويمثل المغرب دوليا ولا سيما مع الفريق الوطني تحت 20 سنة. في 16 من عمره وصل من مايوركا، وسرعان ما أسس نفسه في فئات الشباب المختلفة. تشافي هرنانديز مليء بالثناء على شادي رياض، حيث تحدث عن قضية شادي رياض قلب الدفاع في مؤتمر صحفي عشية حفل استقبال ألميريا. شادي رياض مدافع برشلونة المركزي على قائمة البلوغرانا للمباراة ضد ألميريا. تشافي هرنانديز مدرب النادي الكتالوني يشرح هذا الاختيار ويعبر عن إعجابه بالمغربي. وقال الفني الإسباني: شادي يتمتع بدنيا للغاية ولديه شخصية جيدة داخل الملعب ويفوز في الالتحامات. يمكن أن يكون له حاضر ومستقبل مع نادي برشلونة، وهذا هو سبب وجوده في القائمة. يجب أن يستفيد رياض من اعتزال جيرارد بيكيه الوشيك ليحتل مكانا في دفاع البلوغرانا. يحتل نادي برشلونة حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة في رصيدهم 10 انتصارات وتعادل 1 وخسارة واحدة بعد 12 مباراة. يتأخر زملاء روبرت ليفاندوفسكي بنقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.